عليكم. خدمة المسحرات الإلكتروني ترحب بكم. إذا رغبت في الاشتراك في الخدمة اضغط رقم 1. إذا لم ترغب في الاشتراك اضغط رقم 2. الو السلام عليكم. ايوه يا فندم، خدمة المسحرات، كل سنة وحضرتك طيب يا رب دايما. حضرتك الخدمة دي بتقدمها الشركة المصرية للاتصالات. حضرتك يعني بمناسبة شهر رمضان وكده، قيمة الخدمة دي اولا يعني 3 جنيه بتضاف على الفاتورة اخر الشهر طوال شهر رمضان. تمام. لو حضرتك رغبت في الخدمة بتضغط رقم 1. لو رقم 2 يبقى حضرتك للأسف مش عايز تشترك معانا. لا شكرا. طيب حضرتك تضغط رقم 2 بعد ما التون يجي مع حضرتك وتقول سبب رفضك للخدمة ايه. تمام. بعد التون حضرتك. خلاص شكرا. سبب رفضي للخدمة احنا ما بنصحرش على. ايوه السلام عليكم. يا فندم اسفين جدا، لكن حضرتك سمعنا تسجيل حضرتك قلت ان انت ما بتتصحرش عادة. حضرتك احنا في شهر رمضان وده شهر كريم، فهل يعني في عند حضرتك يعني ليه مش بتتصحر؟ انا بتسحر يا حضرتك بتتصحر، حضرتك قلت في التسجيل انا ما بتسحرش عادة. طيب حضرتك انا محرج جدا من حضرتك، بس السبب يعني للاسف مش مقنع. يعني المندوب بكره حضرتك يعني ممكن يعني ما يقتنعش بالسبب ده. حضرتك يا ريت سبب تاني يعني يكون اللي هو يعني في المنطقه، يعني مش يعني ما بتصحرش دي يعني في رمضان صعبه يعني. خلاص انا حر يعني. بعد اذن حضرتك دي يعني في وشنا وخدمه ليا يعني بعد اذنك. طب ماشي انا حر. حضرتك هتقول سبب يعني ممكن مثلا تمام، ممكن حضرتك مثلا تقول عامل رجيم او عامل ترمق. لا ممكن خلاص. حضرتك انا اسف. خلاص حضرتك انا اسف. خلاص اسف خلاص انا مش عارف. السلام عليكم. من فضلك. نعم. من فضلك حضرتك انا بكلمك بكل ذوق واحترام، ما تقفلش في وش السكه. انا بقول لك خلاص انا مش عايز الخدمه دي وخلاص. نعم حضرتك بتضغط رقم 2 لان الكمبيوتر عشان يفهم ان هو انت دخلت على الكمبيوتر يا عم. انا قلت لك انت اصلا انت بتعمل عليا خدمه. انا قلت لك شكرا مش عايز الخدمه دي. ايوه يا فندم، الارقام دي من الكمبيوتر ولازم حضرتك تدوس رقم 2 عشان ينزل رقم 2. قلت الراي اللي عندي. تمام حضرتك. انت كلمه تقول لي رقم الخدمه مش خدمه خلاص. الجهاز اللمبه نورت احمر يعني السبب مرفوض. حضرتك بتقول ما بتفكرش. الكمبيوتر شكله مرفوض. حضرتك ده تكنولوجيا عاليه جدا. ماشي ربنا حضرتك خلاص. انا اسف. حضرتك اضغط رقم 2 وقول السلام عليكم. الو. ايوه يا فندم. ايوه اتفضل حضرتك اضغط 2 وقول السبب اللي يريحك. طب لحظه واحده بس. ما متهيألي مفيش حد يتكلم لحد الساعه 2:30 بالليل. بيتهيألي اسمها خدمه المسحرات الالكتروني. طيب حضرتك ما بتتصحرش. لا ما بتتصحرش انا مسيحي. تمام. كل سنه وحضرتك طيب تحيا الكفاتس. تحيا الكفاتس. مفيش مشاكل حضرتك. ايه يا عم بقول لك حضرتك اضغط رقم 2 وقول السبب، ما تخنقنيش. ما عنديش سبب. كمان مسيحي وكمان بتشترك معانا. ده ايه ده؟ مفيش دم ولا اي حاجه. احترم نفسك. اضغط رقم 2 يا عم وانت احترم نفسك يا عم. انا محترم نفسي. اضغط رقم 2 بقول لك. وانت مالك انت يا عم؟ يعني انا مالي؟ انا الشركه المصريه للاتصالات تتكلم معايا باسلوب احسن من كده. طيب خلاص يا عم معلش. اضغط رقم 2. هو انت مالك انت ليه؟ اضغط رقم 2 بقول لك هكسر التليفون. اضغط رقم 2. اشتغل يا عم المجنون. ما تعرفش تعمل حاجه. طيب يا فندم اضغط رقم 2 وقول ميتين السبب. لا مالكش دعوه مش هعمل حاجه. بتضطرني ان انا اتخذ معاك موقف مش لذيذ. هتعمل ايه يعني؟ حضرتك هقطع الحراره عنك. تمام. دي ابسط حاجه. حضرتك اشترك بالخدمه او تقول السبب والله ده انا احبسك. والله ده انا اجيبك من بيتكم. حضرتك انت تقدر تحبسني وتقدر تعمل والله العظيم اجيبك من بيتكم. ودلوقتي لو عايز انا بقوم بشغلي. طب يا سيدي وانا مش عايز اقول سبب. اضغط رقم 2 وقول السبب في ايه. والله العظيم احبسك. والله العظيم اجيبك من بيتك دلوقتي. يا سيدي انا مش في بيتي، انا في الشركه المصريه فرع رمسيس. لك الشركه المصريه بتاعتك. بتقول ايه يا روح امك؟ ما انت تحترم نفسك. تمام. قول السبب واضغط رقم 2. مش هدوس. يعني ايه مش هتدوس؟ انا مش انت ما عندكش دم خالص. ماشي. طيب انا هندى على حضرتك المدير. تمام. مستر عصام اتكلم يا فندم. واحد من المشتركين يعني دمه تقيل ومش عايز يشترك معانا في الخدمه. بقول له اطلب رقم 2 وقول السبب. مش عايزه بيبجح في كلام. ما تقريبا دماغه ما عندوش دم. كلمه حضرتك يا مستر عصام. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك احنا في دلوقتي حاجه عايز اقول لحضرتك. احنا انا عارف ان احنا بنتعرض لمواقف محرجه مع الناس والناس بتشتمنا وقله ادب. طب اقول لك حاجه بس. انا حيوان يا مستر عصام. حيوان مثلا ممدوح. سامح
واحد متخلف جنبك بيتكلم. انا فاهم، لان معلش والله ده حسابه حلو. ممكن تطلع بره، ممكن تطلع بره كنترول، ممكن مش عارف اسمع صوت. ايوه حضرتك يا فندم. ايوه احنا انا اسف جدا ان احنا بنتعرض شكل نطرد الشتايم كل يوم من ده، بس حضرتك احنا يعني عشان على اساس انك انت لما بتقول السبب والسبب بيخش على الكمبيوتر ما يجوش ينمونا بعد كده. يعني ممكن انت حضرتك تقول ظروف خاصه عندك الدوره زبر في تيزك، ممكن تقول اللي انت عايزه، بس عشان ده السبب يبقى مكتوب قدام النمره بتاعتك السبب بتاعك. طب خلاص تجيب بقى ايه واحد بيتكلم حلو دلوقتي، اخويا بيقول انا ما عنديش سبب، ما عنديش حاجه اقولها. يعني انا بتكلم بس ده حل انت حيوان ومش حيوان ما يحترم. انت اللي بتديني حيوان. ها يا فندم انا بتكلم باسلوب كويس، انت اللي بتهزقني. انت بتقول انا حيوان، اهو انت اللي بتديني حيوان. اتفضل اتكلم معانا مستر احسان والله. ايوه اهو انت سامع واحد زي ده بيتكلم دلوقتي، والله العظيم انا ممكن دلوقتي اروح اجيبه من بيتكم واقفل لكم الشركه دي لو عايزين. والله احنا اسفين حضرتك يا فندم، طبعا عليك عبيط. والله العظيم اقفل لكم الشركه دي. احنا اسفين يا فندم، والله احنا اسفين، بس خليك مع حضرتك. يعني انت حضرتك ممكن دلوقتي تضغط رقم 2 وتقول السبب. طب انا ما عنديش سبب اقول. حضرتك انا قلت لك ممكن تقول ظروف خاصه، ظروف غامضه، اي حاجه. طب بس شغال عندكم ناس متربيه. حاضر من الآن. انت اللي مش متربي. اتفضل يا عم. احترم نفسك يا عم. انا سوبر مانجر، انت بتكلم واحد من الشارع. انا سوبر مانجر. صوت واحده بتتكلم اصلا مش واحد. صوت واحده؟ انت مش متربي يا حبيبي. انت تكاد تكون حرمه يا عم استرجع شويه بس واتكلم. انت عارف تتكلم؟ قال لك سوبر مانجر ايه يا حبيبي؟ معلش حضرتك معلش والله احنا اسفين، بس يعني انا اصل اقول لك حاجه، فاهم هو بيتكلم قدام المدير بتاعه كده. مع حضرتك معلش اصلا انت مش عارف الضغوط العصبيه والله اللي احنا فيها. الضغوط العصبيه دي لما واحد يقل ادب عليه يقل ادب بالظبط، لكن واحد ما كلموش ما يقعدش يعمل فيها انت وسخ ما تتكلمش. المدير بتاعه مش عارف تسكته. اتفضل يا مستر عصام كلمه. مش عارف تسكته حضرتك وسخ، هو مش عارف يرد عليك، من انت وسخ. ايوه هو لو مدير راجل كان عايز يرد عليك. لا حضرتك انت ما تغلطش بصراحه، هو عنده حق يعني. انا مش عارفين نعمل بقى هو عنده حق. عارف تسكته؟ لا انا مش عارف اسكته. طب خلاص ده كفايه. بس انا ممكن اسكتك انت حضرتك. يعني انا اقدر عليك بس ما اقدرش عليه. تقدر عليا انا؟ طبعا. والله العظيم ولا انت ولا 10 زي. لا حضرتك انا وزميلي تحب نركبك؟ والله العظيم هجيبك من بيتك. طب ماشي انا انزل لك، بليت جيبني من بيتي انا انزل لك بس. حبيبي بقول لك وانا جاي على بسكليته. بسكليته عارف يعني ايه بسكليته؟ نركبها كمان. الو انا اسف المدير طردني ومش عايز اشتغل في شغل. حضرتك تكلمه. هو كده تهريج بقى. مش عايز تكلمني والله. هو كده تهريج ملوش لازمه. والله يا ترون حضرتك تكلمه. والله كده تهريج ملوش لازمه. اديلك يا بص انا اسف يا فندم. حضرتك اعتذرت مصر والله اعتذرت له خلاص. خلاص يا هو ده تهريج ولا لا؟ خلاص يا مستر اعتذر لك وما تقولش تهريج. هو جه اعتذر لك وبس ايدك في التليفون، يعني مش عارفين. لا والله العظيم انتوا كده بتهرجوا. انت حضرتك شغال فين؟ انا سيبك يا عم، انا شغال فين؟ انت طالب لسه؟ لا مش طالب. طب ايه حضرتك مهندس؟ مش شغال في مصر. يعني اتخرجت وبعد كده قعدت شغال بره. شغال فين حضرتك؟ شغال بره خلاص. ايوه حضرتك يعني شغال ايه؟ شغال تفتح ولا تقفل؟ صحفي يا عم. صحفي؟ انجليزي ايه؟ مش في مصر قلت لك. في كندا؟ في اي حته في اوروبا؟ لان انا كنت عارف